عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وحبايب أم حسام. النهارده هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا حبايب قلبي، التمر اللي انتوا بتجيبوه من بره الغالي اللي بيبقوا حاطين له لون ولا باين طعم تمر ولا طعم أي حاجة، هو لون. مجرد ما العيل بيشرب كوباية العصير تلاقي بقه بسنانه كلها صبغت لون أحمر اللي هما بيحطوه. أنا عملت لكم تمر بقى أحلى تمر طبيعي. أنا جبت يا جماعة بص نص كيلو كركديه، نص كيلو كركديه ب 100 جنيه، يا دوبك خدت ربعه بس. طحنته في المطحنه اهي وحطيته بقى زي البودره، حطيته هنا وبعدين حطيت بتاع كيس سكر كيلو دلقته عليه، وبعدين بقيت احط شويه ميه دافيه في ايديا واعجن لحد لما بقى بالمنظر ده، ولا حطيت له لون ولا حطيت له اي حاجه. هو ده لونه، هو ده لونه الطبيعي ده. وده التمر اللي انتوا بتجيبوه معجون ومليان سكر في قلب الشارع، ويجيب لك الكيس نص كيلو مش عارفه ب 200 جنيه وحاجه كده غريبه في الاسعار. بص الكميه دي كلها من ربع كيلو. بص يا حبايبي، ده اللي طلع من الربع كيلو كركديه. بص اللهم صل على النبي، ده خد كده خد كيلو سكر، وممكن بياخد سكر تاني لانه طعمه مزز قوي تقيل. بص عامل ازاي، ولا حطيت له لون ولا حطيت له اي حاجه، مع ان انا فاكره ان هو لما احط السكر لونه هيغير. وجايبه علبه لون معايا ازازه، والله ما حطيت منها اي حاجه. هو ده لونه طبيعي المنظر ده. لان بص الكركديه اللي انا جايباه عامل ازاي، بص اللهم صل على النبي، بص عامل ازاي. انا هعمل بقيته على فكره عشان ما احتاجش. ادي المنظر اهو، وادي العصير اللي انا عملته. بسم الله ما شاء الله. اوريكم بقى اللون والجمال. خلي بالك هينزل من حتت تانية كده. شفشق رمضان في عيد الام، ولاد بنتي كلهم كل واحد جابوا لي طقم من ده. عندي 4 بقى اشكال بقى ورسومات، واللي مرسوم عليه رمضان وفوانيس وايه مظبطني. ده طبعا بالكوبايات بتاعتهم، بس ما اعرفش ليه البنت جابت الشفشق ما جابتش كوباياته ليه. كل شفشق جاي بكوباياته. بص بقى العصير الجميل ده التمر. طبعا ساعتها بقى في رمضان هنعمل تلج وبتاع، وكل كوبايه فيها مكعبات وايه. ادوق بقى وايه. اوعى. تحفه. جميل 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 يا جماعه. ولا تحتاجوا تجيبوا من الشارع، ولا تعرفوش عاجنينه ازاي، ولا حاطين عليه ايه لون. لون والله العظيم 3 بيبقى لونه اسود، ومسافه ما اخد بق تلاقي البق دوت. وطعم المواد الحافظه فيه بتبقى طعمها غريب بعد ما بتشرب الكوبايه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ لو عجبكم بقى الفيديو الجميل ده اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه، واهم حاجه تصلوا على النبي في التعليقات، واوعى وشك مع ام حسين.